يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. فاكرين الفيديو بتاع امبارح لما نضفت البوتاجاز؟ قررت المرة دي ما بهدلهوش. قلت لما اعمل كل حاجة في وقت واحد وعلى عين بوتاجاز واحدة بس تقريبا استخدمت عينين اتنين، بس من غير الحوامل ومن غير اي حاجة. وتعالوا شوف انا عملت ايه. اول ما جبت اللحوم وجبت كل الخضار اللي انا عاوزاه، عملت كله وانا واقفة في وقت واحد، علشان المرة اللي جاية اطلعه على التسوية وبس. لما تيجي تجيبي لحوم أو خضار أو فراخ، نضفيهم وانت واقفة أول ما تجيبيهم على طول، بحيث ان انت لما تطلعيهم من الفريزر تستعمليهم على طول. وساعتها ولا هتبهدلي نفسك ولا تبهدلي المطبخ معاكي. ده يا دوب هتطلعيهم من الفريزر وحطي بقى حبة الحاجات الحلوة بتاعتك وحطيهم على النار. شوفي الطريقة اللي انت عاوزاها، ما تعمليش طريقتي دي، ممكن تعملي طريقتك انت الأحلى. بس أهم حاجة ان لما تجيبي الحاجة اعمليها وانت واقفة على طول. فرزي بقى وحطي واعملي، بحيث المرة اللي جاية يكون أريح بجد. وفعلا ما بهدلتش البوتاجاز. وقررت كمان ان انا محطش العيون بتاعته ولا الحوامل، واستعمله كده زي ما هو. ما انا يا دوب هفرز مش هطبخ. لما اجي اطبخ بقى ابقى امسحه كويس، وبعدين احط العيون والحوامل وابتدي اطبخ. المرة دي انا قررت ان انا افرز على وضعه ده، بحيث ان انا امسحه كويس برضه، ويبقى كده ما بهدلتش حاجة. وعندي حاجات كده في الفريزر، وما شاء الله كل حاجة كده موجودة. اديني عصقت اللحمة وتبلت اللحمة التانية، وعملت كل اللي انا عاوزاه كله في وقت واحد. وكمان عملت لهم كوسة بالبشاميل. كوسة بالبشاميل على فكرة ممكن تفرزيها كمان، هي سهلة جدا بس تقريبا مكلفة شوية، بس اهو تغيير. وبعدين اهو خضار مفيد للعيال وان شاء الله يحبوها. اديني عملت كل حاجة وانا واقفة وما اخدتش وقت. وعلى فكرة كل الكمية دي هتنفعني مرة واتنين وتلاتة ويمكن اكتر كمان. وفرزت كمان العصاج، عملته كمان وشلته. بعد ما عملت الكوسة بالبشاميل شلت الباقي كمان، قلت انه ينفعني في اي طبخة تانية وبرضه يكون جاهز معايا وسهل. اهم حاجة لما تيجي تفرزي الحاجات دي وهي مستوية، تحطيها في عبوات كويسة تكون حافظة ليها، وفي نفس الوقت ما تاخدش اي ريحة من التلاجة نهائي. فحاولي تحطيها بالطريقة دي، او تجيبي اكياس تكون معقمة ونضيفة وتفرزيها. وحاولي برضو تحطيها في علب احسن علشان ما تاخدش ريحة من التلاجة نهائي. واحنا عارفين طبعا ان احسن لبن للبشاميل هو اللبن السايب، بلاش اللبن اللي في العبوات، ولا هيديكي طعم ولا هيديكي ريحة ولا اي حاجة، هو تقريبا ملوش اي فايدة. فحاولي تستعملي اللبن السايب. وانا كمان جبتله كريمة. على فكرة الكريمة في البشاميل او القشطة بتدي طعم تاني خالص، وتقريبا هي اللي بتديكي السمك اللي انت عاوزاه. انت تعرفي ان البشاميل كمان ممكن تفرزيه. اعملي زي ما احنا بنعمله بالطريقة دي، وحطيه في اكياس كويسة او في علب وفرزيه في الفريزر، وطلعيه قبلها بشوية وحطيه على اللي انت عاوزاه، وهيطلع بنفس الطريقة كده. وادينا عملنا كوسة بالبشاميل. وعلى فكرة طريقتها سهلة جدا وطعمها حلو، بس يا رب العيال تحبها. اسأليهم الاول او اعملي لهم حاجة صغيرة كده، علشان برضو ايه دي مكلفة عليكي وما تتعبيش نفسك ان انت تعمليها ويسيبوها. واديني عملتها فرازة، مش هنستعملها دلوقتي. الحاجة الوحيدة بس اللي استعملتها في كل ده كانت الفرخة، وطبعا نعمل جنبيها اي حاجة، بس الفرخة طبعا ما تتفرز. انا عملتها وانا واقفة اهي تستوي معايا بالمرة. وفرزت كده كل الحاجات اللي قدامك دي، ولا هتاخد مني وقت دلوقتي. واديني ما وسختش البوتاجاز خالص، وفعلا هي عين واحدة، لان تقريبا الحاجات دي مش محتاجة ان انت تقفي كتير في المطبخ. هاتي الحاجة واعمليها وانت واقفة، بعد كده هتشيليها وهتحبي ان انت تطلعيها. وادينا عملناهم كمان على كل ايه وجبة زي ما انت عاوزة. ويا رب يجعل ايامك كلها هنا وسعادة وبألف هنا وبألف شفاء.